السلام عليكم. تعالي اقول لك ازاي تخلي لي السردين في البيت بكل سهوله، لا هينشف ولا هيتهري منك، والاهم من ده كله انك هتاكليه في 3 ايام بس. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملنا ازاي. انا هنا جبت كيلو من السردين البلدي، غسلته كويس وصفيته مده لا تقل عن 3 ساعات. بعد كده بقى انا عايزاه يكون وسط، مش عايزاه يكون حادق، هحط 3 معالق من الملح. طب لو انت عايزاه حادق هتحطي 4 معالق من الملح. تمام كده، حطيت 3 معالق من الملح، وبعد كده هحط معلقه من الشطه وهقلب كويس جدا. وبعد كده هحط كمان ورق لورا، وهنا ورق اللورا ده علشان الزفاره، اظن مفيش اسهل من كده. هنقلبهم بقى كويس كده مع بعض، وبعد كده هحط معلقتين من الزيت. 1 2، دي تاني معلقه. هنقلب بقى كويس كده مع بعض، وبعد كده هتحضري كيس يكون نظيف، وهبتدي ان انا ارص السردين بتاعي فيه. وبعد كده هربط الكيس واطلع يعني احاول اطلع من الكيس اي هواء واربط الكيس كويس. تمام كده. قعد بالظبط 3 ايام. طبعا اول يوم عدى، تاني يوم قلبته على الجنب التاني، وهنربط الكيس كويس، وبعد كده نحطه في كيس كمان. هو ما طلعش ريحه خالص. عايزه اقول لكم ان ورق اللورا ده ما بيخليلوش ريحه زفاره نهائي. وبعد كده هحطه كمان في كيس اسمر، وحطيه بقى في مكان كده. يعني انا حطيته في المطبخ، في ضرفه المطبخ لمده 3 ايام بالظبط. وخلي بالك بيقعد 3 ايام، اكتر من 3 ايام هيتهري منك. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. يا سلام بقى مع الليمون والبصل، حاجه عايزه اقول لك نظافه مفيش بعد كده، وطعمه كان اكتر من رائع. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشيروه مع اصحابكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم.